السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة جميلة. طبعا حضراتكم شايفينه جميل جدا ومرق جدا وطري قوي. هنعمله بطريقتين احلى من بعض وان شاء الله يعجبوكم جدا. مش مفيش اي واحدة يعني مش هتعرف تعمله. الطريقة الأولى سهلة جدا جدا، أي واحدة ممكن تعمله بكل سهولة وناجحة 100%. بتطلع الفطير طبقات ومورق وما بيبقاش فيه ولا غلطة. والطريقة التانية برضو سهلة جدا وهي منتشرة جدا على اليوتيوب. معايا هنا المقادير: معلقة ملح، معايا 7 كوبايات دقيق، 5 معالق سكر، كوباية حليب، معايا برضو لتر مية فاتر كده للعجن علشان نقدر نعجن بيها ويطلع العجين بتاعي وشه مش مبربق ولا حاجة. نخلي الحاجة بتاعتنا المية او السوائل اللي احنا بنعجن بيها تكون دافية. طبعا بدأت بالعجن. حطيت كوباية الحليب الاول وقلبتها كده كويس في الدقيق، وبعدين هنحط شوية المية بشوية بشوية لحد العجينة ما تلم معايا كويس في الطبق. استمر كده بالعجن. طبعا الفطير بياخد عجين كتير جدا، لازم يتعجن كويس قوي. تستمر في العجن فيه لمدة 10 دقايق على الأقل. عجن قوي بقى. بس لازم العجينة تكون طرية جدا معاكي، يعني ما تكونش عجينة ناشفة ولا عجينة مش كويسة، يعني تكون جامدة شوية. لا، لازم تبقى عجينة لينة وتكون طرية وتفضلي تعجني فيها كده. نزلتها على الرخامة هنا وفضلت اعجن فيها لحد ما لمت معايا وبقت بالشكل ده قدامكم اهو. عجينة طرية زي ما انتم ما شايفين، جميلة جدا. هنغطيها بكيس بلاستيك بقى ونسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. تمام قوي كده اهي، عجينة طرية ومش ملزقة في ايدي خالص. كده تعرف ان العجينة اتعجنت حلو وما بقاش فيها اي دقيق ولا تكتلات ولا اي حاجة. كده العجينة بتاعتي ارتاحت نص ساعة. هنزلها بقى كده على الرخامة اهي، شكلها جميل جدا. طبعا الفطير متعجن من غير خميرة ولا اي حاجة، بنعجنه كده بس. هقطع كده العجينة بتاعتي 4 متساويين عشان اعمل بيهم 4 فطيرات كبار. هعمل 3 بالطريقة الاولى اللي هي هعمل كل واحدة 3 طبقات. هلف العجين كده في ايدي، هقرصهم كده واسيبهم يستريحوا شوية. وواحدة منهم هقطعها 4 متساويين، يعني اخليها 8 قطع. اللي هي المدورة دي هقطعها 8 قطع، وكل واحدة من دول هقطعها 3 قطع. وبرضه هقرصهم واسيبهم يرتاحوا. اهم حاجة في الفطير مرحلة التريح دي. كل مرة تعملي فيها في العجين تقرصي فيها لازم تسيبي العجين يستريح. دي هقطعها كده 8 متساويين عشان ما يلزقوش في بعض. ايوه كده بنقطعهم بالسكينة من النص ونرجع نعمل الاربع كده قد بعضها علشان يبقوا زي بعض. دول هعملهم طبقات 8 قطع قدامكم اهو. برضو هقرصهم واسيبهم كده ادهنهم بالزيت واسيبهم يرتاحوا على صينية على جنب واخلوهم للاخر خالص، لان دي اللي انا عايزاهم يكونوا مرتاحين جدا. اما في الطريقة الاولانية ممكن عادي تشتغلي من غير ما تريحي العجين، يعني ممكن تفردي على طول من غير ما تريحي العجين نص ساعة ولا حاجة، لان برضو مش بنفرد العجين زي عن اللزوم. يعني احنا بنشتغل والعجينة ممكن تكون تخينة عادي، وبعدين بنورقها وبنرقها في الاخر، بنرق الطبقات في الاخر مع بعض. طريقة سهلة جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي. بفرد كده بمعلقة نشا على معلقتين دقيق وابدأ افرد بيهم العجينة بتاعتي بمنتهى السهولة، هتتفرد معايا. وابدأ افرد بقى اللي هما ال3 طبقات الاولانيين اللي انا بشتغل بال3 طبقات. افرد بقى بالنشابة كده ال3 طبقات بتوعي، افردها كويس واحط برضو نشا ودقيق بين كل طبقة وطبقة لحد ما اخلص ال3 طبقات كويس.
واعملهم كده مقاس واحد ويبقوا زي بعض. دي الطريقة الأولانية، طريقة سهلة جدا جدا، أي واحدة ممكن تعملها. يعني أي واحدة بتخاف تعمل الفطير أو بتقول مش بينجح معايا، لأ بالطريقة دي بينجح 100%. أحسن كمان من طريقة اللي هي الطبقات الصغيرة. الطريقة دي سهلة قوي وأحلى من طريقة الطبقات الصغيرة. أي واحدة ممكن تعمله بمنتهى السهولة، هيبقى جميل جدا معاكي. هفرد تاني طبقة برضو بنفس الطريقة ونفس المقاس، وما بياخدش وقت خالص مننا، وعملنا حاجة نضيفة في البيت. ممكن نعمله بقى في شم النسيم، ممكن نعمله للأولاد في أي وقت، أحسن من اللي بنشتريه من بره. ما بيبقاش فيه لا حليب ولا بيبقى نضيف بالشكل ده، ولا السمنة معمولة ازاي ولا الحاجات دي. دقيقك انت نخلاه، حاجتك نضيفة بإيدك. نعمل حاجتنا في البيت كده تطلع نضيفة وجميلة جدا. أنا بحب الشغل بالعجين جدا وفي المعجنات بصراحة. بيتهيألي كلنا كده. برضو ألمها بنفس الطريقة وأعمل رقم 3 بنفس الطريقة اهو. بعمل رقم 3. هفرد برضو العجينة بنفس الطريقة ونفس الشكل، واحطها على الطبقتين التانيين وبينهم شوية دقيق ونشا. تتفرد معايا بسهولة ازاي؟ لان العجينة بتاعتها مظبوطة ولينة وكمان مرتاح. كل ما تريحي عجينة الفطير بتطلع الفطير معاكي سهل جدا ونتيجة حلوة قوي، وبتريحك انت في الفرد وفي الشغل. هنلمها برضه، احطها مع التانيين واستمر اعمل بقى الفطيرتين التانيين اللي انا هعملهم بنفس الشكل. بجيب كده اول طبقة انا فردتها وادهنها بالسمنة كويس. ادهنها حلو قوي بالسمنة طبعا. الاساسي في الفطير هو المادة الدهنية بتاعتي. انا عاملة هنا يجي نص كيلو سمنة ومسيحاها على البوتاجاز، وهستعمل برضو معاكم الزيت في الطريقة التانية مع السمنة. هنا السمنة كويسة جدا في الفطير بصراحة، بتدي نتيجة حلوة. ولو انت عندك زبدة برضو ممكن تحطي زبدة على سمنة، مفيش اي مشكل. الاتنين بيطلعوا جمال وزي الفل. اهم حاجة تعملي حاجتك كده وتتوكل على الله وتعملي حاجتك لولادك، هتطلع معاكي جميل كده. برضو حطيت الطبقة التالتة وابتدي ادهنهم كده. هبتدي بقى اطبق مربعات كده، وبين كل طبقة وطبقة ادهن سمن برضو بنفس الطريقة. برضو دهنا سمن وبالشكل ده دهنا سمن. كل تطبيقة ندهن بينها وبين بعض سمنة حتى لو هي عليها. هو ده الفطير يا جماعة، المشلتت او المطبق الفلاحي على اصوله. يدهني سمنة وطبقي جميل جدا بالشكل ده. اعملي الطبقة برضو التانية وادهني سمنة. الأخيرة برضو هنطبقها وندهن سمنة برضو اهو، ولا اتقطعت مننا ولا اي حاجة. الطريقة دي انا بحبها جدا، سهلة قوي وبتطلع معاكي النتيجة روعة روعة، احسن من التانية كمان. وبعملها بالدقيق اللي هو بالكيلو العادي خالص، يعني مش بجيب دقيق مخبوزات ولا دقيق البيتزا ولا اي حاجة. جميلة اهي.
هنركنها بقى ترتاح كده نص ساعة على ورقة الزبدة اللي انا هفردها عليها وادخلها الفرن. هدهن ورقة الزبدة كده بالزيت واحط عليها الفطيرة بتاعتي واحطها على الصينية اللي هفردها عليها قبل ما ادخلها الفرن. هسيبها للاخر بقى خالص. هعمل الوقت الطريقة التانية، هدهن الرخامة بتاعتي بالزيت وهدهن التقريصة بتاعتي اللي هما ال8 قطع كده، كل واحدة هدهنها بالزيت. ولو اتقطعت معاكي وانتي بتفرديها مفيش مشكلة خالص، افرديها بس لحد اما الرخامة كده من تحت هتبان. طريقة سهلة جدا 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 وهتعجبك برضو قوي. اللي بيحب يعمل بالطريقة دي يعمل. دي الطريقة المعتادة اللي كل الوقت شغال بيها على اليوتيوب، برضو كنت بعمل بها وبيطلع معايا النتيجة جميلة جدا وبيطلع مورق قوي. بس الاولانية بصراحة احلى لان مش بتقطع مني ولا بيبوظ مني بصراحة، وبيطلع طبقات تقيلة احسن من دي كمان. كده انا هعمل الفطيرة بتاعتي 8 طبقات وافردهم كلهم كده بالزيت. لو انت حابة تعمليها 6 اعمليها، حابة تعمليها 12 اعمليها، تبع ما انت حابة الفطيرة يبقى مقاسها قد ايه. طبعا الفطير ما يكونش رقيق قوي، لازم يكون فيه لحم علشان يطلع طري ومورق معاكي. لو رقتيه قوي مش هيطلع طبقات معاكي ولا هيطلع مورق، هيبقى ناشف. هستمر كده في الفرد طبقة بطبقة بالزيت، وكل طبقة ادهنها سمنة واحطها على جنب على الطبقة التانية. فردت كده كل الطبقات اهو. شايفين كل ما بترتاح ما بتتقطعش مني ولا بيجرالها اي حاجة. شوية السكر اللي بنحطهم بزيادة شوية دول بيخلي طعمه جميل قوي، بجد هتحبوه. وبستمر برضو في الفرد القطع. ولو اتقطعت مننا برضو مفيش مشكلة خالص، احنا كده كده بنلمهم على بعض مش بيبان ان فيها حاجة مقطوعة. انا نخلة الدقيق بتاعي طبعا كويس، بس ده عفرية اكيد جت وانا شغالة من اي حاجة، بس مش مشكلة بنشيلها طبعا. اهو ما شاء الله العجين بتاعي اهو معايا 8 طبقات على بعض اهمتي وبينهم سمنة. ما شاء الله شكلهم اصلا جميل. لمينا كده اهو. كده بقى معايا الفطيرة اللي هي الطبقات المدورة دي. تاني طريقة هسيبها ترتاح نص ساعة. انا فردت الاولانية اللي على ورقة الزبدة بالسمك ده بسمك نص سنتي. ان شاء الله تبقى جميلة جدا وهتعجبكم قوي. بتطلع كده مظبوطة سمك نص سنتي، وندهنها بالسمنة كده. وشايفين مفرودة معايا بطريقة شكلها حلو ازاي، شكلها جميل ازاي. ما شاء الله ما شاء الله جميلة جدا. كده انا فردتها. شايفين في الفرن منفوخة ازاي، روعة روعة. كلهم ما شاء الله طالعين معايا بنفس الشكل. تحفة وجمال قوي اهم. ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا للي يدوقهم. جمال جدا جمال جدا طالعين معايا. شايفين شايفين طبقات طبقات، روعة والله روعة. جمال قوي قوي قوي، مفيش فيهم ولا غلطة. يعني الطبقات بتاعتهم واضحة جدا اهي. جميل جدا جميل جدا. الناس والله العظيم بتشتريه. انا بتهيألي انا بحب الحاجة دايما اللي تتعمل في البيت. ايه رأيكم في الفطير بتاعي؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عايزين اي وصفة اكتبولي عليها وانا اعملها لكم. يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، بحبكم في الله جدا. يا ريت تشتركوا في قناتي علشان تكبر بيكم وليكم ويوصلكم مني كل جديد. ان شاء الله مزيد من الوصفات الجميلة والناجحة بإذن الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.